السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، مرحبا بكم خلال هذه الحلقة الجديدة. بناء على طلب أحد الإخوة سوف نتطرق إلى مسألة حساب بعض المعطيات السكانية وكذلك تمثيلها على الخريطة بطريقة بسيطة. إذن أولا سوف أقوم بفتح البرنامج، ثم بعد ذلك أقوم بعملية إدخال المعطيات. فلإدخال المعطيات إما أذهب إلى هذا المجال، ثم بعد ذلك أذهب إلى الملف الذي سوف أعمل عليه، أحدده بهذه الطريقة مثلا، ثم أوكي، ثم أحدد بهذه الطريقة، ثم آد. هناك طريقة أخرى بسيطة كما سبق وقمنا بإنجازها، جر المعطيات بهذه الطريقة داخل البرنامج. إذن فمن أجل زيادة أحد الأعمدة على جدول المعطيات، أذهب دائما إلى هذا المجال لا طابل أوبسيون، ثم بعد ذلك كليك، ثم أد فيلد، هكذا بهذه الطريقة. ثم مثلا قم بزيادة عمود خاص بمثلا بلا دونسيتي. إذن دونسيتي الاسم 1 مثلا بهذه الطريقة، ثم أذهب مثلا فلاغ بهذه الطريقة، ثم أوكي. لاحظوا معي أن هذا العمود الخاص بالكثافة السكانية قد ازداد. إذا أردت مثلا زيادة عمود آخر خاص بعدد السكان، أذهب دائما نفس الطريقة، ثم مثلا اوبيلاسيون تريبويت مثلا بورسون مثلا بهذه الطريقة، ثم مثلا حدد هنا مثلا أرقام، هنا مثلا مثلا كلاود. أوكي. لاحظوا معي أنه قد ازداد عمود خاص بنسب مئوية لعدد السكان. إذن للإشارة من أجل إدخال معطيات مع المعطيات الخاصة بلاشيب فور، مثلا إدخال معطيات أخرى متعلقة بالمجال، فطريقة بسيطة. دائما يجب أن أبحث عن علاقة بين المعطيات الخاصة بهذا الجدول والجدول الذي سوف أقوم بإدخاله. إذن فالعلاقة هنا دائما يجب اختيار العلاقة تكون عبارة عن مثلا أرقام. أختار مثلا الكود هو علاقة الارتباط، أو علاقة الربط بين المعطيات التي سوف أقوم بإدخالها والمعطيات المتوفرة لدي في البرنامج. فلا يجب للإشارة، لا يجب أن نختار العلاقة هي الأسماء، لأن ربما أن تكون هذه الأسماء مكتوبة مثلا بحروف كبيرة والجدول الآخر أسماء مكتوبة بحروف صغيرة، فالبرنامج لا يتعرف عليها، وبالتالي فهذا مشكل في حد ذاته، وبالتالي أختار دائما الكود. إذن لإدخال هذه المعطيات مثلا الأخرى، أذهب دائما إلى الجدول الخاص الذي أعمل عليه. مثلا لدي المعطيات في هذا الملف، أحددها بهذه الطريقة، ثم أوكي، ثم أحدد هكذا أوكي. إذا لاحظوا معي أنه هذا الجدول خاص بمعطيات أخرى قمت بإدخالها على الجدول الخاص بالشيبفاي الذي هو هذا الجدول. إذن من أجل دمج أو من أجل خلق علاقة بين هذين الجدولين، دائما أذهب إلى هنا، ثم أقوم بعملية لاجوانتي. فأذهب إلى جوان، ثم بعد ذلك أحدد مثلا مجال العلاقة القائمة بين هذين الجدولين هي الكود، ثم بعد ذلك أحدد هنا الكود مثلا، ثم أوكي. لاحظوا معي أنه أنه أصبح عبارة عن جدول واحد، أن المعطيات تم إدخال المعطيات في جدول واحد، تم خلق علاقة بين هاتين أو هذه المعطيات. إذن أذهب إلى
مرحلة الحساب. فمن أجل يعني حساب لا دونسيتي يعني الكثافة السكانية، أولا يجب أن تتوفر لدي أولا المساحة. فلحساب المساحة السوبرفيسيال أذهب إلى هنا، ثم كليك، ثم أذهب إلى كالكيلي جيومتريك بهذه الطريقة. يس. يعني من أجل حساب المساحة أختار أحد المقاييس، فسوف أختار مثلا بالحساب مثلا الكيلومتر مربع، اختار بهذه الطريقة ثم أوكي. لاحظوا معي أنه تم حساب يعني المساحة المراد يعني العمل عليها يعني. ثم بعد ذلك أذهب من أجل حساب الكثافة السكانية. إذن سوف أذهب إلى يعني الخانات الخاصة بالكثافة السكانية وهي densité. أذهب بهذه الطريقة ثم calculator. اوكي. إذن فالقاعدة تقول بأن حساب الكثافة السكانية هو مجموع السكان مقسوم على المساحة، وبالتالي سوف أذهب إلى مجموع السكان هذه الطريقة، مثلا total population، ضغط مرتين، مقسوم على المساحة. superficial، ضغط مرتين ثم أوكي. لاحظوا معي أنه قد تم حساب الكثافة السكانية. إذن فللإشارة من أجل يعني كيفية المحافظة على المعطيات التي قمت بحسابها، لأنه عندما يعني أقوم بالخروج سوف لن أجد المعطيات إذا لم أقوم بحفظها. فطريقة بسيطة لحفظ هذه المعطيات، أذهب إلى هنا مثلا save layer، أو حافظ على هذه المعطيات على شكل لاير. أوكي. أحدد الملف الذي أعمل عليه مثلا بهذه الطريقة هكذا ثم أوكي، ثم بعد ذلك save. هذه المعطيات يعني سوف يتم حفظها يعني داخل البرنامج. إذن بعد ذلك سوف ننتقل إلى عملية حساب وزن الساكنة. إذن نعتبر مثلا مجموع عدد السكان هو وزن الساكنة. مثلا نأخذ مجموع العام ونضع الجزء على الكل مثلا، ويسمى وزن الساكنة. هذه العملية نطبقها لمعرفة تركز السكاني في منطقة على أخرى. إذن لحساب ذلك يجب أولا نتوفر على المجموع العام لعدد السكان. فلحساب مجموع العام لعدد السكان يجب أن يكون لدينا، أو يجب أن نقوم بعملية حسابه مثلا في المعطيات الخاصة بنا. مثلا أقوم بفتح هذا يعني الجدول المعطيات الذي أعمل عليه بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك أقوم بعملية حساب مجموع عدد السكان إيجال، ثم بعد ذلك sum بهذه الطريقة. لاحظوا معي، عفوا، قال هكذا ثم انطري. قم بأخذ هذا العدد كوبي، ثم بعد ذلك أذهب إلى البرنامج، أقوم بعملية الحساب مثلا وزن الساكنة هكذا، ثم بعد ذلك كالكولي. إذن فقلنا
من أجل يعني حساب يعني الوزن الساكنة يجب أن نضع مجموع السكان، يعني المجموع العام للسكان مقسوم على مجموع السكان، أي مجموع السكان لكل جماعة، نقصد به مجموع السكان لكل جماعة. مثلا نذهب إليه بهذه الطريقة total population، نضع مرتين، ثم بعد ذلك مقسوم على يعني تلك القيمة التي قمنا بحسابها، ثم بعد ذلك نقوم مضروب في 100، نضرب في 100 بهذه الطريقة، ثم أوكي. لاحظوا معي أنه قد تم حساب وزن الساكنة. إذن فمن أجل الحفاظ على هذه المعطيات كما سبق وقلت، أذهب دائما إلى هنا، ثم بعد ذلك سيف، يعني حفظ على شكل لاير، ثم أذهب إلى الملف الذي أعمل عليه بهذه الطريقة. أوكي سيف. إذن فسوف أنتقل إلى عملية تمثيل هذه المعطيات على الخريطة. المعطيات، أذهب إلى property. إذا أردت أن أمثل معطيات كمية، مثلا أمثل لا density، فأختار مثلا gradient color، التدرج في اللون، مثلا أختار تدرج في اللون، أحدد هنا ما أريد أن أمثله، مثلا الكثافة السكانية، ثم أبليكي. أوكي. لاحظوا معي أنه هذا المجال إذا أردت مثلا أن أقوم بإظهار أسماء هذه الجماعات بهذه الطريقة، مثلا بني ملال ذات كثافة سكانية مرتفعة، تليها ولاد إياش، ثم تلي هذه المنطقة، ثم هذه المنطقتين. إذن بهذه الطريقة، يعني إذا أردت أن أعتمد التدرج في اللون، مثلا إذا أردت أن أعتمد متغيرة أخرى في الكثافة السكانية، مثلا أقوم بإدخال هذا المعطى من جديد. لاحظوا معي property بنفس الطريقة quantity، لأن المعطيات كمية وليست يعني نوعية، ليست نوعية category، وبالتالي أقوم باختيار مثلا لا density. لاحظوا معي سوف أعتمد مثلا تمثيل بواسطة النقط، يعني كثافة النقط. مثلا أختار اللون المحدد، ثم بعد ذلك اختار هنا 5 في كل مثلا 1 كيلومتر مربع يساوي يعني 5 يعني 5 عدد 5 نسمة أو 10 نسمة في الكيلومتر مربع بهذه الصيغة. لاحظوا مثلا هنا أختار مثلا لون محدد، أحسن اختيار لون أسود يعني حدود بين الجهات، مثلا اختار لا density هكذا، ثم أبليكي. أوكي. لاحظوا معي أنه كل يعني 4 نسمة في الكيلومتر مربع الواحد. إذا أردت أن أغير دائما مثلا أضع مثلا 10، ثم أغير في هذا الرمز، أضغط مرتين، مثلا أضع اللون الأحمر. أوكي.
ثم أبليكي. إذا أردت مثلا أن أقوم بتكبير هذا الرمز بعض الشيء هكذا أبليكي أوكي. لاحظوا معي أن هذا المجال ذو كثافة سكانية مرتفعة، وبالتالي تركز عدد النقط أكثر من هذه المجالات الأخرى التي أقل كثافة. مثلا إذا أردت أن أقوم بعملية تمثيل مثلا مجموع عدد السكان باعتماد التدرج في الشكل مثلا quantité، ثم أذهب إلى gradient symbology، ثم أحدد مثلا total population total بهذه الطريقة. مثلا أختار حدد مثلا هنا مثلا 16، حدد مثلا هنا 30 بهذه الطريقة بليكي. ثم هنا إذا أردت مثلا أن أفيئ مثلا إلى 4 فئات أو 5 فئات أو سوف أتركها بهذه الطريقة. هنا مثلا أختار مثلا اللون الأحمر، أختار مثلا رمز من هذه الرموز أوكي أبليكي. مثلا اختار اللون الأحمر اوكي أبليكي. لاحظوا معي أنه تم تمثيل مجموع عدد السكان. إذا أردت مثلا يمكن يعني دمج بين عدد السكان والكثافة السكانية. مثلا نذهب إلى هنا نركولر بهذه الطريقة. لاحظوا معي أقوم بعملية إزالة هذه الأسماء، أنه تمثيل يعني الكثافة السكانية باعتماد تدرج اللون، وكذلك يعني تمثيل مجموع عدد السكان لدى كل جماعة. يعني يمكن استعمال هذين المعطيين يعني قابلين للتمثيل على هذه الخريطة. أما إذا أردت مثلا أن أمثل يعني هذا المعطى مع مثلا مع معطى عدد السكان، يعني تمثيل الكثافة السكانية بواسطة النقط، ووضع كذلك يعني تمثيل مجموع عدد السكان بالتدرج في الشكل، فهذا يعني غير قابل للتمثيل، وبالتالي يجب يعني أن نكون يعني على دراية بهذا المجال لكي نختار يعني ما يناسب الرموز التي تناسب أو التي تتناسب في التمثيل، وبالتالي فهذا يعني ملائم للتمثيل على الخريطة. إذن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون هذا الفيديو يعني قد يعني استفدتم منه.